هذا الشيلة كتب كلماتها الشاعر أبو شهاب مطر. شكر وتقدير من الشعب اليمني للأخ السعودي الوفي سعد الغرمول الذي وقف جانب الطفل صقر اليماني اليتيم في المملكة العربية السعودية. والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها أداء الشاعر أبو شهاب مطر. صقر ابن اليمن سفروه، مجهول الرياض بهدلوه، يتسول وكان يضربوه، صقر الطفل ذي هو يتيم. خلوا صقر مسكين يهوش، يتسول ويجمع قروش، ما رحموا يتيم الوحوش، لكن ربي رحيم. حين شافه سعودي سئل، من فينك ودمعه نزل، قال مالك وماذا حصل؟ قال له جرح قلبي أليم. قال له صقرنا ابن اليمن، فارقتم وانا والوطن، اتعذب واشكى لمن، خلوني بصدمة اهيم. دمعه دم وسط الخدود، يشتي صقر لامه يعود، مالي غير هذا الوجود، كيف اعبر وما انا مقيم. والمفعل صقر انتشر من رب العباد يا بشر، وانجه ربنا من خطر، والله كان بحاله حليم. وارسل شكر مني لمن انقذ صقري ابن اليمن من بعض العصاب الخوان، ذاك الطفل ذي هو يتيم. سعد بن الغرمول وقف، حين شاف صقر دمعه نزف، حقق له بدنيا هدف الجيد الوفي والكريم. والشعب اليماني شكر اغلى انسان واغلى بشر، سعد الغارمول ذي ظهر في خيره وموقف حكيم.